السلام عليكم. كلامنا النهارده هيكون عن الستريتش ماركس او علامات التمدد، واللي بتظهر نتيجه لتمزق الالياف المرنه اللي موجوده في الجلد. ببساطه جلدنا بيكون فيه الياف مرنه عامله زي الاستك، اول ما تتقطع بتظهر علامات التمدد. الاسباب هنا اشهرها بيكون زياده الوزن السريع، زي اللي بيحصل في فتره الحمل، أو الزيادة السريعة في الوزن في مرحلة البلوغ، أو زيادة الكتلة العضلية بسرعة زي الناس اللي بتروح جيم وبتاخد حاجات علشان تزود العضلات بشكل سريع. كمان مش بس الزيادة، ده كمان النقصان في الوزن بشكل سريع برضو بيؤدي إلى ظهور علامات التمدد، لأنه ببساطة الجلد المشدود بيفقد الدعم بتاعه بسرعة، وبالتالي بيؤدي إلى ظهور علامات التمدد. مش بس كده، ده كمان في بعض الأدوية زي الكورتيزون سواء موضعي أو عن طريق الفم ممكن يؤدي إلى ظهور علامات التمدد، لأنه بيضعف الألياف المرنة فبتكون أكثر عرضة للتمزق. في كمان بعض الحالات المرضية زي حاجة اسمها الكوشنج سيندروم، وطبعا ما ننساش إن الوراثة ليها دور في مدى قابلية الشخص لظهور العلامات دي. في البداية العلامات دي بتكون لونها أحمر أو بنفسجي نتيجة لوجود الأوعية الدموية، ومع الوقت بتفتح ولونها يبقى أبيض. طبعا العلاج كل ما نبدأ بدري كل ما الدنيا هتكون أحسن. يعني لو بدأنا العلاج في المرحلة الأولى والعلامات دي كان لونها لسه أحمر أو بنفسجي، ممكن نوصل لنتائج مرضية. تابعونا علشان تعرفوا كل جديد. دمتم جميلة.